الحرة لا تأكل بثديها. الكرامة ملهاش تمن، لا تشترى ولا تباع. النهارده هنشوف مع الأخ عكشة إيه اللي حصل في مجلس الشعب على خلفية قضية التمويل الأجنبي وسفر المتهمين الأجانب بطريقة مسيئة لكل كرامة مصر. دي أكيد الحكومي النهاردي هتلسع. إيه والله دي مسألة كرامي، هي شوية وهم نوابني شوية ولا إيه؟ طب استنى نتفرج على الوزراء نشوفوا هيردوا ويقولوا إيه على الكلام ده. الشرط عليها في 6/3 بندب رئيس محكمة استئناف بمحكمة استئناف القاهرة لإجراء تحقيق إداري وعرض التحقيقات علينا فور الانتهاء منها، وأنا لم أفعل ذلك إلا بمقتضى الحق المخول لي في قانون السلطة القضائية وفقا لما نصت عليه المادة 99. إذا سيادتك قلت إن أنا لم أتخذ أي إجراء. أنا اتخذت الإجراء بالفعل وطلبت التحقيق في هذه البلاغات وطلبت التحقيق في هذه الوقائع، وقلت إني لابد أن أعلن بنتيجة هذه التحقيقات فور الانتهاء منها. هذا كل ما أملكه. كل ما أملكه أنا كوزير عن كسلطة تنفيذية. كل هذه الوقائع المتعلقة بأحداث قضية التمويل الأجنبي تمت في عهد الحكومة السابقة وفي عهد وزير العدل السابق، وأنا لم أباشر فيها أي إجراء، وأنا يمتنع علي قانون التدخل في مثل هذه القضايا. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكان علي كمسؤولة أقسمت أن أرعى مصالح الشعب وأن أحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، أن أعرض هذا الموضوع على مجلس الوزراء. في شهر يوليو مجلس الوزراء اتخذ قرارا بالإجماع بتشكيل لجنة تقصي حقائق وكلف السيد وزير العدل السابق بذلك. وفي شهر سبتمبر، في آخر شهر سبتمبر، تم عرض تقارير لجنة تقصي الحقائق التي أشار إليها السيد وزير العدل منذ قليل، واتخذ مجلس الوزراء بالإجماع قرارا بإحالة تقرير لجنة تقصي الحقائق إلى قاضي التحقيق. وتسلم قاضي التحقيق هذه القضية بتاريخ 3 أكتوبر، ومنذ ذلك التاريخ توقفت علاقة السلطة التنفيذية وعلاقة الحكومة وعلاقتي وعلاقة أي وزير في السلطة التنفيذية بهذا الملف، وأصبح برمته في أيدي قضاة التحقيق وفي أيدي العدالة المصرية. المفكرين نفسهم يقدروا يسحبوا ثقة. وعلى الرغم من تبعية الطائرة للحكومة الأمريكية وما تعرف بطائرة دولة والتأكد من أن رحلة العودة ستكون رحلة مدنية خاصة، فإن وزارة الطيران المدني لم تتوانى في اتخاذ كافة صلاحياتها من تفتيش الطائرة والتحقيق مع قائدها وعدم السماح للطاقم بالنزول من الطائرة وتوقيع أقصى عقوبة مقررة وفقا للقانون بسبب مخالفتها لقواعد النقل الجوي بنظام النقل. كافة الإجراءات تم اتخاذها طبقا لاحكام القانون المدني رقم 28 لسنة 81 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2010، وبما يتفق مع اتفاقيات وملاحق وقوانين المنظمة العالمية للطيران. وبالرغم من هذا، إذا كان مجلسكم الموقر كسلطة تشريعية يرى أن قانون الطيران المدني الحالي غير رادع بالقدر الكافي، فإنه يمكن عرض هذا القانون على مجلسكم الموقر في خلال اللجنة التشريعية المختصة. شكرا. تمويل ايه ونيلة ايه اللي جايين تتكلموا عليه؟ الله، ما تروحوا تشوفوا لكم لعبة تانية تلعبوا فيها، ولا هتعرفوا تسحبوا ثقة ولا هتنيلوا. الله، يعني هما مالهمش دعوة؟ يبقى الحكاية في جيب مين؟ في ايد القاضي؟ يا عم عكشة، يعني هو القاضي اللي هيكون متفق مع أمريكا برضه إنها تحضر الطيارة في المطار عشان عارفين الميعاد بتاع القرار منع الحظر عشان يسافروا على طول؟ طب استنى نشوف النائب عصام سلطان المحترم رد على الوزير وقال له
يريد بكلامه ان نسائل نحن النائب العام. صحيح ان النائب العام له سلطة الاحالة، ولكن احنا كمجلس شعب لنا سلطة الرقابة على الحكومة، وبالتالي حين نسائل، انا اريد ان اصحح بعض المفاهيم يا سيادة الوزير، بعض المفاهيم الدستورية. حين نسائل فانما نسائل الحكومة، ما ينفعش نسائل النائب العام. هذه واحدة. الاخرى انني لم اقل ان شيء قدم او لم يقدم الى وزير العدل، لان النص واضح، نص المادة 99 كان يجب عليه ان يتحرك من تلقاء نفسه وبغير حاجة الى شكوى وبغير حاجة الى رأي عام وجرايد وفضيحة دولية. القانون قال له اتحرك لوحدك، ما تستناش حد، ما تحركش. الحاجة الثالثة انه احال هذه البلاغات التي قدمت اليه لرئيس محكمة استئناف القاهرة، هو نفسه رئيس محكمة استئناف القاهرة. يبقى يا ريتك يا ابو زيد ما غزيت. احنا النهارده بنتكلم بنقول ايه؟ انا اريد ان يحقق مع رئيس محكمة استئناف القاهرة بتحقيق يعلن زي اللي كان بيتحقق معاهم المستشار البسطويسي والمستشار محمود مكي، لما كان بيتحقق معاهم عن طريق لجنة شكلت من قبل وزير العدل الاسبق. نحن نريد ان نرى هذا الاجراء من السيد وزير العدل الحالي. شكرا. يعني هو بعت القضية للراجل عشان يحاكم نفسه. طب استنى نشوف النائبة دي عندها كلام مهم قوي عايزين نسمع. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا سيادة الرئيس. سيادة الرئيس، انا معايا مستندات بتقول من الذي وقع على قرار الافراج عن الامريكان. من هو المستشار مجدي عبد الباري، وما هي علاقته بالمستشار عبد المعز. وهنا في الملف ده في قضايا فساد مسجلة وارجو وضعها في المضبطة يا سيادة الرئيس. يجب ان يحاسب هذا الرجل وكيف وقع على قرار الافراج. شكرا يا رئيس. تلحق هذه المستندات بملحق المطبعة. كله بالقانون بالمستندات. يبقوا قابلوني لو طلعتوا علي حاجة، وبعدين ده انا لسه معاكم في انتخابات الرئاسة. يعني القاضي طلع شرنبرهم. المصيبة الأكبر إن المستشار عبد المعز ده في الهيئة العليا لانتخابات رئاسة الجمهورية. لا باي كده المجلس لازم يعمل حاجة عشان انتخابات الرئيس ما تطلعش شرنبرهم، فالرئيس نفسه يطلع شرنبرهم. نشوف باقي المجلس الموقر عمل ايه. انا لا اطالب الحكومة باي شيء، هذه حكومة لم نعطيها الثقة اصلا، لكن احنا موقفنا بعد احداث بورسعيد اللي اتهمنا فيها وزير الداخلية وخدنا اجراءات اتهام ثم محاكمة، ثم لم يرى اعضاء الوزارة نتيجة لهذا، فهذا وصل بنا الى هذا الحد. انا اطلب ان تجتمع اللجنة العامة للمجلس في اقرب لحظة لتتابع امرين بكل تفاصيلهم حتى الوصول الى نتيجة خلال اجتماعات الاسبوع بعد القادم. الاول هو اجراءات سحب الثقة من الحكومة كاملة، ونتابع هذا من خلال سواء من خلال آلية الاستجوابات، وتختار اللجنة العامة للمجلس الاستجوابات التي تصل بنا الى سحب الثقة من الحكومة او آلية رفض بيان الحكومة، ونصل الى هذا. نستمر في اجراءات اتهام ومحاكمة وزير الداخلية حتى يكون الامر عبرة لغيره. 3 تباشر اللجنة العامة للمجلس ماذا يتم داخل اللجنة التشريعية الانتهاء من قانون سلطة قضائية تعديل مسؤوليتنا نحن وليس مسؤولية طرف اخر. هذه اجراءات يجب ان تتم على الفور، وهي رسالة للدرجة الاولى للمجلس عن الثقة من هذه الحكومة ليأتي بحكومة لا تقبل وصاية عليها من اي طرف ولا من المجلس العسكري. احداث كثيرة حدثت كان بل وجب فيها اقالة الحكومات وليس الحكومة، وكلما جاءت قضية وقفنا توصية يا استاذ مصطفى، توصية اوقات للرئيس. هقول توصية الشارع بر توصية ولا تحكي؟ توصية يا ريس. ايوه انت عارف توصية على طول. يمكن الحكومة ان تستقيل، الشارع بيقول كده. شكرا. مين يا باشا؟ محمد البلتاجي. يمكن ان تستقيل
محمد البلفاوي. إن وجود مجلسنا هذا رهن بكرامتنا وكرامة مصر. إن وجود هذه الحكومة على هذا النحو إنما هو يعرض مصر كلها إلى المذلة والمهانة. تجوع الحرة سيد الرئيس ولا تأكل بثدييها. إن مصر كلها اليوم الحكومة تحتمي بالمجلس العسكري، حيث قال المجلس العسكري حين أعلنا أننا سنسحب الثقة عن الحكومة، قال إن حكومة الجنزوري مستمرة حتى آخر لحظة عند تسليم الحكم. وهذا تحدي لا يقبله الشعب ولا يقبله مجلس الشعب. فهذه الحكومة إن كان عندها ذرة واحدة من نخوة لابد أن تقدم استقالتها فورا أمام هذا الأمر، وإلا يعني بعد ده كله هتقول لي تقدم الحكومة استقالتها؟ مش عايزين تكرار في الكلام هذا السيستم خلاص. إن التوصية التي اللي عنده توصية جديدة غير إقالة الحكومة يقولها. التوصية مش معقول كده. عفوا، التوصية إما أن تقدم الحكومة استقالتها وإما أن يقدم المجلس كله استقالتها. هذه هي الحقيقة. سيد الرئيس، مادة 57 من الإعلان الدستوري وعليها سأبني التوصية التي أقترحها. مادة 57 النقطة الثامنة تحت اختصاصات وواجبات مجلس الوزراء والسلطة التنفيذية، تقول النقطة الثامنة ملاحظة تنفيذ القوانين والمحافظة على أمن الدولة وحماية حقوق المواطنين ومصالح الدولة. أن يتحدث أي وزير أو وزيرة مسؤول داخل السلطة التنفيذية ويقول لنا في هذا المجلس المنتخب لم أعلم، لا اختصاص لي، وهو يرى صلاحيات واختصاصات الوزارة المسؤول عنها. والإشارة هنا إلى السيد المحترم المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، عندما يرى استقلال السلطة القضائية وهو مسؤول كوزير للعدل، يرى استقلال السلطة القضائية ينتهك بفعل تدخل سافر من جانب طرف ثالث، هو الطرف الثالث الذي يتحدث عنه هنا صراحة، الذي أمر المستشار عبد المعز بهذا ولا يستقيل. فأنا أعتقد أن توصيتنا كمجلس لابد أن تكون، وهذا متاح لنا وفقا للإعلان الدستوري، وما يقال غير صحيح من أننا لا حق لنا في أن نسحب الثقة، لا نستطيع أن نسحب الثقة من هذه الحكومة وأن نطالب بتشكيل حكومة جديدة ولتتحمل الأكثرية البرلمانية مسؤوليتها. هذا أمر غير مقبول ولم يعد مقبولا أكثر منه. اسكت حكومة الجنزوري يا بابا مشمش، الحنا يا بابا مشمش. مين اللي يسحب الثقة منكم؟ أنا بس اللي أحب الثقة وأسحبها. يمسك انت وهو في بيت الجزمة كويس وشوف أنا هعمل فيهم إيه. الله 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 ملعوبي، الله عليكم يا رجالي يا نوابني، الله عليكم، الله الله الله. ايوه كده، انا مش قلت لك هيفلسعوهم يعني هيفلسعوهم. استنى بقى نشوفها. برلمانية الحكومة لا تقبل التطاول عليها في هذا المجلس. لم يتطاول أحد، هذه قضايا رأس يا سيد الوزير. ليس الذي قيل يا سيادة الوزير ليس تطاولا، وإنما من أعمال البرلمان، من أعمال الرقابة البرلمانية. يا راجل اسكت، انت ليك ان تتكلم، انت ما تتكلمش خالص. اي والله. اجلسوا السادة النواب، اجلسوا. ما ينفعش، هو كلام بالعافية، ده لائحة. ينفع نصوت دلوقتي؟ صاحب ثقة لا يكون الا بعد استجواب. ماذا تقول؟ اقرأ اللائحة كويس يا حمدي فخراني، اقرأ اللائحة كويس يا حمدي فخراني. اجلسوا حتى ما المستويات لم تناقش لسه. اتفضل. الله
يا دكتور كتاتني، هو مش اللي انتوا بتعملوه دلوقتي ده اسمه استجواب برضه للحكومة؟ لائحة ايه اللي بتتكلم عليها؟ السادة الأعضاء، هل ترون أن هذا الموضوع استوفى مناقشات الذي أنا آخذ رأي المجلس يا سيدي، سآخذ رأي المجلس. هل ترون أن الموضوع استوفى مناقشة؟ لسه؟ طيب خلاص نكمل، خلاص المجلس بيقول لسه، خلاص نكمل. ايه يا بيه؟ هي طرمخايب ولا ايه؟ طرمخايب جد ولا ايه يا بيه؟ ما تقول لي فهمني. الله، طب نشوفوا الجلسه بتاعت الدور عملت ايه؟ سادة الأعضاء، بجدول هذه الجلسة موضوعات هامة وتهم الرأي العام. ده موضوع الحمى القلاعية وانتشارها في العديد من المحافظات، وكذلك بجدول الجلسة العديد من الاتفاقيات الهامة التي أبرمت وناقشتها اللجان وتقاريرها في جدول الأعمال. ونحن الآن في هذه الجلسة الحكومة لم تحضر إلى المجلس، ويبدو أن الحكومة تريد أن تصطنع أزمة مع البرلمان، وسبب هذا التأخير في بداية الجلسة لقد طلبت وزير الزراعة أن يأتي فلم يأتي ممثل للحكومة لمناقشة الاتفاقيات أمام الحكومة لم يأتي. وسأطلب الحكومة أن تأتي غدا صباحا لتحضر جلسات المجلس، وحتى لا تكون الحكومة سببا في تعطيل أعمال المجلس. ولذلك أقول سأرفع الجلسة حتى تأتي الحكومة صباح الغد، وإذا لم تأتي الحكومة صباح الغد للحضور أثناء مناقشة أعمال المجلس سيكون للمجلس شأن آخر. أنا مش بقول لك يا بيه هيفلسعوهم، والله هيفلسعوهم. طيب نشوف الجلسة اللي بعدها ايه اللي حصل فيها. اكيد هتبقى جلسة سخنة قوي ردا على اللي عملته الحكومة واهانة المجلس بالشكل الكبير ده. بسم الله، باسم الشعب افتتح الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. صدق الله العظيم. أقر مجلسكم الموقر يوم الثلاثاء 14/2 للجنة الخطة الموازنة طبقا للمادة 47 قرر جواز نظر هذا الموضوع وأحاله إلى اللجنة المختصة وهي لجنة الخطة والموازنة. لجنة الخطة والموازنة رأت في هيئتها مطالبة السادة نواب الشعب برفع التعويض المقرر من الدولة لأسر الشهداء من 30 إلى 100,000 جنيه. أكيد كلنا عارفين اللي حصل ما بين الكواليس، أكيد عارفين مين اللي ضغط لوقف الاستجواب ووقف إجراءات سحب الثقة. أكيد عارفين الدكتور الكتاتني عطل الموضوع ليه، رغم ان اللي كانوا بيعملوه ده اسمه استجواب، لكن قال نرجع للائحه. يقروا اللائحه كويس، مع ان معظم الاعضاء قالوا له ان اللي بنعمله ده اسمه استجواب. اكيد كلنا عارفين مين هو، عارفين مين اللي بيحكم البلد ومين اللي بيمشيها على مزاجه. ودي اكيد اوامر المجلس العسكري.
بس ايه المضحك في الموضوع؟ انهم دخلونا في قانون، مشروع قانون تعويضات لاهالي الشهداء والمصابين. قال يعني بيفرحونا، ناسهم ان كرامة المصري اغلى من ملايين الدنيا كلها، من كنوز الدنيا كلها. الكرامة لا تباع، الكرامة لا تشترى. ايه دي؟ طعموخة تاني، طعموخة تاني، وانا من الصبح بقول هيفلسعوهم هيفلسعوهم. اخي اخصي عليكم، اخصي ضيعتوا املي فيكم، اخصي عليكم.